بعد الجريمة البشعة اللي حصلت في الإسماعيلية لازم كلنا نراجع نفسنا وننتبه لولادنا وأصحابهم ومع مين بيقضوا وقتهم. الدنيا بقت صعبة وفي قلوب بقت ميتة وفي أطفال غير متزنة نفسيا ومش كل صاحب أمين. ما تسيبوش أولادكم لوحدهم وبلاش تستهينوا بأي تصرف غريب أو تغيير في سلوكهم. اسأل، راقب، خلي فيه رقابة، خليك دايما في الصورة. مش كل حاجة نعديها ونقول عيال، لأن في لحظة ممكن الغلط يتحول لكارثة. اللي حصل مش موقف وعدى، دي روح راحت وظروف غامضة ومفيش ضمان إنها ما تتكررش. خلوا بالكم وصاحبوا أولادكم قبل ما حد تاني يصاحبهم وياخدهم لطريق ملوش رجعة. الواحد ما بقاش عارف مين اللي لازم يتحاسب، الأهل اللي خلفت ورمت ومربتش ولادها صح وسابوهم يتعلموا من الشارع والنت لحد ما بقوا مراهقين بلطجية وسفاحين، ولا الأطفال اللي تتحاسب وننسى انهم أطفال، من قتل يقتل. الوضع بقى مرعب وحرفيا ولادنا ما بقوش في أمان من ولادنا، ما بقاش في كلام تاني يتقال. وفي آخر كلامي ربنا يرحمه ويصبر أهله على فراقه. سلام.